السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة هنعمل أكلة سهلة وبسيطة، سهلة في عمايلها، ما يعتبر ما فيش فيها شغل خالص. احنا يا دوب هغسل الرز وهولع عليه، هحمر له الشعرية بتاعته، وهعمل سلطة وبس. مفيش في حاجة تانية تتعمل، لأن عندنا سمك مشوي. السمك بجيبه أغسله وببعته يتشوى، وبيجيلي مشوي ومتملح جاهز. يعني أنا بعملش في أي حاجة خالص أكتر من إن أنا بغسله بس، ده لو هشويه. وهعمل جنبه الرز بشعرية، وأعمل طبق السلطة المحترم بتاعنا اللي احنا عارفينه تعودنا عليه مع بعض. بس نغسل الرز الأول، أغسل الرز وأعيده بالعيد بتاعه، العيد المظبوط بتاعه. كان الرز بتاعي بيشرب مية أو ميته قليلة على حسب الرز بتاعي. وهحمر له الشعرية. الشعرية اهي. الشعرية بقلب فيها على طول وإيدي فيها على طول، عشان ما تتحمرش شوية تحمر وشوية لأ، بقلبها على طول عشان يبقى كلها لون واحد، يبقى اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بس لسه هغمقها شوية كمان. ما تسرحوش، خليكوا معايا. اللي لسه ما اشتركش يشترك، لسه ما حطش لايك يحط لايك. حط لايك واشتراك. هنا حمرت الشعرية، نزلت بيها على الرز، هقلبهم مع بعض، وهحط الملح بتاعه، واسيبه لحد ما يتشرب المية، هدي عليه لحد ما يستوي. يبقى كده خلصت الرز بتاعه. هنا السمك كان جه اهو، اتشوى وجه مشوي ومتملح. هنا دي حاجة السلطة بتاعتي، معايا طماطم وخيار وجزر وفلفل من الطويل اللي هو الحر ده، وفلفل أخضر مكبب، ومعايا جرجير بخرط برضو عليه جرجير، جزر وخيار وفلفل حار وفلفل بارد وطماطم. خرطت كل الحاجات معايا. بقى طبق السلطة معايا جاهز. حطه في الأطباق، حط عليه ليمونة، هعصر ليمونة. ممكن تخرطي بصلة، تخرطي فصين توم، بس أنا دلوقتي ما حطيتش، عملت البصلة لوحدها. يعني أحيانا بخرط عليها البصلة وبخرط فصين التوم. دلوقتي هعصر على طبق السلطة اللي احنا ما حد مش كله بياكل مع بعض، اللي بياكل فجهز له أكله لوحده. فهنا سبت ده ما عملتش فيه أي حاجة خالص. التاني حطيت عليه شوية دقة على شوية كمون، وعصرت له ليمون. تعالوا هنا بقى نعمل بصلة بالخل والليمون جنب أكلة السمك الحلوة دي. حطيت شوية خل، عصرت فيها ليمونة، حط شوية ملح، نص معلقة ملح صغيرة، وربع كوباية مية. وهتقلبي الحاجات دي مع بعض، وتقطعي البصلة بتاعتك وتحطيها فيها وتركنيها شوية. ما تقطعيش البصلة دي قبل ما تيجي تقعدي الأكل على طول، لا، ده لازم تتعمل وتتركن شوية، تخليش فيها ريحة للبصل، والحرارة بتاعتها بتخف. نص معلقة ملح على ليمونة على شوية خل، تقريبا ربع كوباية خل وربع كوباية مية، وبقلب كل ده مع بعض، وبقطع البصلة وبحطها فيها. دي جنب أكلة السمك ملهاش حل، مش عايزة حاجة تانية غير دي.
صلوا على النبي يا حبايب، ما تسرحوش، كملي الفيديو للنهاية. هنا قطعت البصل زي ما انتوا شايفين كده، وهسيب بقى البصل هركنه لحد ما نيجي ناكل. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. انا عارفة ان الفيديو النهاردة مفيش فيه اي حاجة، بس انا حبيت اشارككم الغدا بتاعنا زي ما اتعودت كل يوم. هنا الرز بتاعي بعد ما خلاص اتشرب، هديله تقليبة كده وبعدين هدي عليه النار لحد ما يكمل سوا بتاعه. اول ما يستوي هوريكي شكله بعد ما استوى. شوفي مفلفل وجميل ازاي. اهم حاجه تظبطي ميه الرز بتاعتك وهي هيطلع معاكي زي الفل. وما تكوني بتعمليه بشعريه زودي الميه شويه عشان الشعريه بتشرب الميه. هنا خلاص الاكل بتاعنا جاهز. حضرت اكل للي هياكل دلوقتي. زي ما قلت لكم مش كلنا بناكل مع بعض، اللي بيعوز ياكل باجي احضر له وبيقعد ياكل. يوم الجمعه بس تقريبا اللي بناكل كلنا مع بعض. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد يا حبايبي، مع السلامه.